الأجواء هسه شنو بردت، فمحتاجين شوربة. راح اسوي كبة جريش وبرغل مزج، يعني على مود تصير للشوربة اسويها وياكم. فراح احتاج اني دائما هاي طريقتي، انه كوبين متساوي من الجريش والبرغل. اخلي كوب من البرغل وكوب كامل من الجريش. هاي طريقتي. اكو ناس تخلط كميات مو متساوية، بس اني اخلط كميات متساوية جدا. احط عليهم شوية ملح مثل ما تشوفون، وراح اضيف عليهم كوب مي دافي. بسم الله. الكوب بالتدريج، اني عينك ميزانك، اعرف ايش قد اخلي. راح اخلي تقريبا كوب واحد لحد ما اشوف انه البرغل والجريش هيجي صار كله متنقع، واعوفه هيجي 5 دقائق لحد ما يشربون المي، وارجع مرة ثانية عليهم. وهنا رجعت تقريبا بعد 10 دقائق. البرغل والجريش يعني ساحب كل المي، ممتص زين. راح ارجع اخلي مقدار كوب واحد من جديد يعني، واقلبه سوية واعجنه شوية بايدي. اعجنهم شوية بايدي واخليهم مي بعد، واتركهم بعد شي 5 دقائق من جديد. وهسه راح ابقى اعجن بيها لحد ما تتكون عندي عجينة متماسكة. تقدرون تخلوها بالعجانة، بخلاط يعجن عادي، وتقدرون تظلون تعجنوها بايديكم لحد ما تتشكل وياكم عجينة. واذا حسيتوا تحتاجون مي تقدرون تخلون مي. وهذه هي شكل العجينة بعد ما عجنتها كل زين. صارت عندي بهذا الشكل. اقدر هسه اشكلها براحتي. هسه العجينة عندي جاهزة. راح نروح نسوي الحشوة. بالنسبة للحشوة، اول شي راح اسوي اللحم. حطيته اول شي وحده لحد ما يذب المي مالته، واخليه له شوية هيك مي. اطلع من عنده المي مالته والزفرة، وبعدين يلا استخدمه. وهذا المي اللي طلع من اللحم كله راح اذبه وانشف اللحم. وهسه بعد ما نشفنا المي ارجع اخلي عليه كمية من زيت الزيتون. وهسه راح نبدي نضيف البصل على اللحم بهذا الشكل تدريجيا. راح اضيفه، وراح اضيف عليهم ثوم مهروس او مدقوق. اقلبهم زين سوية. هنا عندي بهارات عبارة عن كاري، ملح، فلفل اسود، وبابريكا باردة، وشوية اوريجانو. وحقلبهم سوية لحد ما البهارات تتجانس ويا الحشوة مالتنا. نخليها شوية تقريبا 5 دقائق على النار، وبعدين نرجع. هذه الحشوة مالتي صارت جاهزة. اخر شي على مود النكهة تبين راح اضيف لها كرفس ناعم. اني ثرمته، بس اخر شي ورا ما تبرد الحشوة على مود نكهة الكرفس تظل بالحشوة مبينة. بسم الله. راح ناخذ شوية من العجينة بهذا الشكل ونبدي نفتحها. طبعا الفتح انتم براحتكم، اكو ناس تسويها دوائر وتفتحها، اكو هيجي. انا افتحها هيجي مثل القرص بتشوفون، واحط الحشوة بالنص. بسم الله. ارجع اقفل عليها بهذا الشكل زين، وابدي بايدي اسويها هيج لحد ما تتشكل عندي الكبة مثل ما تشوفون. هذا الحجم والشكل ممتاز. اخليها هنا. هاي ثاني واحدة صارت بهذا الشكل. نقدر نسويها هيجي، ونقدر نسويها على شكل طوبة. هاي بايدينا، اهم شي يكون اكو مي بايدينا. راح اقفلها اول مرة زين، اتأكد انه انقفلت من جميع الجهات، واكورها بهذا الشكل حتى اسويها على شكل طوبة. صارت عندي هاي الكوباية على شكل طوبة. اسهل واسرع يعني. يلا خلينا نسوي الحركة السحرية مالتنا. خلصنا. وطبعا قبل ما تحفظوها بالمجمدة، اني بالنسبة لي اسلكها بعدين احفظها على مود رأسا لما اطلعها اقدر اسوي بيها شوربة، اقدر مثلا بس اشويها اقليها، فلازم تنسلك. يلا تنضم.
تنسلق لمدة دقائق. افور مي مثل ما تشوفون، اخلي قطعة معدودة ما اخلي هواية. هذا الشكل تشوفوها ما شاء الله تبدأ تنسلق عندي. وبسم الله نقول ونطلع وحدة وحدة، ما شاء الله ما شاء الله. نطلعهم ونخليهم على مصفى على مود المي مالتهم الزايد هم يطلع. شوفوا بسم الله، وحدة وحدة انسلقت وياي. بسم الله. طبعا المي بملح هم. هذه هي شكلها صارت جاهزة. راح اخليها هسه هيجي. اول شي حطيت الزيت، زيت زيتون اوكي، وراح احمس البصل وياه. اول ما عندي البصل يبدي يدبل وياخذ لون، راح اخلي معجون الطماطة والبهارات. اخلي معجون الطماطة بالتدريج واحمسه كل زين ويا البصل. وبس احس ريحة المعجون طلعت عندي وانحمس زين، راح اضيف هنا السلق على مود ارجع احمسه زين ويا المعجون والبصل. اسد عليهم شوية. راح ابدي اضيف مي وانتظره هسه لحد ما يفور. وبسم الله بس ابلش اشوفه قام يفور وياي، ابدي انزل الكبة اللي انا مسويتها اللي شفناها انا وياكم. بس هنا انا كانت مجمدة اخذت شوية برودة. انزلهم بسم الله بسم الله واحدة ورا الاخ. وبهالاثناء ايضا راح اضيف الشعرية اللي عندي واوازن بالملح مالتها، وايضا اوازن بعصير الليمون لان احنا نحبها حامضة، فابدي اعصر عليها ليمون لحد ما اشوف انه درجة الحموضة اللي وصلت لها مناسبة، واسد عليها لحد ما تستوي. ونقول بسم الله ما شاء الله. شوفوا جمال الكبة، ابدا ما انفتحت وياي داخل الشوربة. خليتها على النار بس طفيتها، طبعا بردت ننتظر ناس حتى نتغدى سوية. هسه ارجع احميها. بس شوفوا جمال الكبة ابد ما انفتحت وياي. بسم الله ما شاء الله. جربوها على هاي الطريقة، حامضة وطيبة وكلش كلش لذيذة. بالعافية عليكم.